السماعي الاستاذ علي براس السماعي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة. نتمنى أن ممكن مش موجودة في كل، حتى في ليبيا في بعض المناطق، لكن نتمنى أن تكون هذه البوابات يتم الاهتمام. الوزير والإخوة المرافقين له ونشكرهم على هذه الزيارة. مواطنين ببلديات غات الكبرى كلهم. ذكر لي موضوع لابار، شخص لابار، تواصلت مع وزير المياه قاعة إلى القيادة العامة، القيادة الحكيمة، العباد والعباد. الزيارة هذه وهذه باسمي أنا وباسم المكونات المجتمع الغاتي بالكامل. بارك الله بداية باسمي وباسم زملائي مدراء الإدارات ومدراء الأمن، نتقدم لكم بكل الشكر والعرفان على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وإن دل هذا عن شيء فهو دل على كرم النفس قبل كرم الضيافة. فأهل منطقة غات معروفين بهذا الشيء من زمان، أنا مش من تو بس، وبارك الله فيكم. وتحية موصولة من هذا المكان، من هذه القاعة، إلى القيادة العامة، القيادة الحكيمة، والتي تجسدت في مقامة رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد، ونائبه معالي رئيس الحكومة، نائب رئيس الحكومة المهندس طالب الظالمة. ففي الحقيقة إن القيادة العامة للجيش الليبي لم تترك لنا مجالا للتحدث عن محاسن إجراءاتها وتأمينها لهذا الجنوب. فأرجو أن لا نطيل عليكم ولا نطيل على سيدي معالي وزير الداخلية، أن نترك الكلمات والكلمة للسيد عميد بلدية غات صالح. بارك الله فيك. درنا لهم شويه اتفاقيه ضمناهم بشهاده تقدير، لكن العمل الفعلي هذا من اقدم المحققين. مكافأة شهرية تاخذها هو اللي علمنا، هو اللي علمنا حول خمسة ان شاء الله. خمسة حول عنده مكافأة فوق مرتبهم شهرية. ولي الرايح وقوف مهمه رسميه. حصل شيء مريض كذا طايح بالسياره للمستشفى. والله ركبت الجهاز الاول طبعا ما صارش منه، وتو مركب جهاز ثاني. وين ركبته؟ الاول ركبته في طرابلس، دفعت فيه 3.5 ما صارش منه. جو جماعه بنغازي مشيت لهم 7 غازي. لا ركبوا لي الجهاز الثاني قاعد نغسل بالجهاز هذا. نغسل بالجهاز هذا، الجهاز الاول هذا ما يخدمش، هو مركبه ب 3,500. تمشي معي تو في الطيارة أنا مروح، وأنا نقرأ هذه الصحة بس نظن أمورك شو جاهز روحك ساعتين تطلع معي في الطيارة إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيك، بارك الله فيك.